معلم الخلق أجمعين. مشاهدي الأكارم، هذه الحلقة نخصها في موضوع في بيتنا مريض. من أركان الإسلام أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقد قدر الله سبحانه وتعالى في البشرية أجمع ما يسمى بالمرض، وأشار إليه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله إبراهيم عليه السلام، قالوا إذا مرضت فهو يشفين. فالصحة والمرض والعافية والشفاء كلها أقدار من الله سبحانه وتعالى. والشعب الإريتري باعتباره إحدى هذه الشعوب العالمية يبتلى كما تبتلى الشعوب، وتمر عليه الظروف كما تمر على بقية الشعوب. كثير من الأسر يوجد في بيوتهم مريض، قد يكون هذا المريض معاقا إعاقة مزمنة، أو يكون هذا المريض شيخا كبيرا أو امرأة عجوز. في هذه الحلقة سنخصص ونسلط الضوء مع شيخنا أستاذنا الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف حول الإعاقات التي ابتلي بها شعبنا الإريتري المسلم وغير المسلم في بيته. كيف نتعامل مع هؤلاء من منظور شرعي، وكذلك نمر على بعض التجارب التي حصلت في بعض معارفنا وفي بعض من وقفنا عليه من الحالات. هذا الهم العظيم الذي يوجد في بعض البيوت الإريترية هو هما كبيرا شديدا مؤلما، إلا أن أيضا نريد أن نتعرف على جائزة الصبر على هذا الهم الكبير. فإلى الحلقة مع شيخنا الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. بعد ذي بدء شيخنا يعني مفهوم المرض ومفهوم الإعاقة يعني طبيا، ثم ما ورد فيها من نصوص شرعية وفضل المرض والصبر عليه عموما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت في المقدمة، فإن الحياة مبناها على الابتلاء، والابتلاء يكون بالخير والشر كما قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالحياة كما يقولون ليست وردية دائما، يعني ليست هي دائما وجه واحد، ولكن الابتلاء يقتضي أن يكون أحيانا يبتلى بالضر وأحيانا يبتلى بالسراء. فالسراء مقتضاها الشكر، والضراء مقتضاها الصبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن أنواع البلاء والضراء التي تقع على الإنسان ظاهرة الأمراض بمختلف أنواعها. فهنالك الأمراض التي تأتي مؤقتا أو طابعها محدود، وهذه لا يكاد يخلو منها بيت من البيوت، مثل الملاريا ومثل السكر ومثل الضغط، مثل الأشياء التي على كل تعود عليها الناس، وهي صارت من الأمراض السائدة في المجتمعات. فهذه مؤقتة وقد يحتملها الناس، لا يجدون فيها إشكال كبير، يعني لأنه مؤقتة وبالتالي الناس تحتمل. لكن هنالك بعض الأمراض التي تكون فيها المدة طويلة، والمرض أيضا طبيعته خاصة، وهذا ربما الذي نتكلم عنه اليوم، واللي هو موضوع ذوي الحاجات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة. فهؤلاء إذا أردنا أن نقول والله المساحات الطبية التي تشتمل عليها هذه المساحة أيضا ليست مساحة صغيرة، ليست مساحة بسيطة يعني. فيدخل معظم أهل اللي هو فاقدي البصر أو فاقدي السمع أو فاقدي اللسان أو اللي هو البكم، الصم البكم، أو كذلك ذوي الإعاقات في الحركة، سواء كان شلل اليدين أو شلل الرجلين
أو شلل السلسلة الفقرية، هذه كلها يمكن أن تدخل معك في موضوع الاحتياجات الخاصة. يدخل معك أيضا في الاحتياجات الخاصة الآن وفق المنظور المعاصر موضوع التوحد بكل أطيافه كذلك، يمكن أن يكون جزء من هذه الحالة التي ربما تشخص بأنها فعلا، لأن صاحبها سيظل يلازم على كل وضعية معينة ويتطلب حضور مستمر ممن حوله حتى يقدمون له الاحتياجات. هذه الحالة، هذا النوع من الابتلاء الذي يكون فيه الزمن طويلا ويكون فيه البلاء عظيم بهذا الشكل، بلا شك يتطلب نفسية مختلفة جدا عن النفسية المحدودة في صبرها والمحدودة في تصورها للحياة والمحدودة كذلك في نظرتها لهذا الكون، وكذلك المحدودة أو الضعيفة في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الأمراض يتطلب صبرا عظيما، كما قال الله سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فالصبر في الضراء من هذا النوع بلا شك يعني يتطلب أمرا عظيما. نلاحظ أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام في ظواهر الأمراض، أول شيء نبه إلى المفهوم الأساسي في مسألة القدر، في أن هذا شكل من أشكال أقدار الله التي يجب أن تقابل بالرضا وتقابل بما أمر الله، لا تقابل بالسخط ولا تقابل بمخالفة كذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فأول قضية في موضوع الأمراض في الهدي القرآني أن نتعامل معها بأن والله هذا شكل من أشكال البلاء وقع على الإنسان، وعلى الإنسان أن يتكيف مع هذا البلاء بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا التصور مهم جدا لطريقة التعامل، لأن الإنسان سبحان الله معظم سلوكياته نابعة عن تصوراته، يعني هذه التصورات التي نحملها هي التي تنبع عنها مواقفنا بعد كده. فالشخص الذي ينظر إلى أن هذا البلاء يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الصبر عليه سيرفع مقامك عند الله عز وجل، سيختلف هذا عمن لا ينظر بهذا المفهوم. فصورة أنك والله تحتسب وقوفك، تحتسب رعايتك، تحتسب مساعدتك لصاحب ذوي الحاجة، يختلف عن شخص آخر يغيب عنه مفهوم الاحتساب ويكون تعامله تعاملا ماديا محضا. لأنه سبحان الله أول ما تنتقل مفهوم الاحتساب، مفهوم الإيمان، مفهوم الصبر، مفهوم الثواب الأخروي، ستنتقل إلى الربح والخسارة التي تصل بك في نهاية المطاف إنه والله لما أصلا أنا والله أضيع وقتي وأضيع زمني وأضيع حياتي مع شخص مقعد، وبالتالي تتحول مباشرة والعياذ بالله إلى إضرار بهذا الشخص، بدل أن تكون نافعا ومفيدا له ستضر بهذا الجانب. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن موضوع المريض والوقوف معه وعيادته ومساندته ورعاية هذا المريض حق من حقوقه ليس منحة منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة ليس البخاري يقول: حق المسلم على المسلم 5، منها عيادة المريض. طبعا لما نقول والله عيادة المريض هذا بالنسبة لمن يأتي من الخارج، لكن الذي يكون معه هذا وضعه شيء آخر، يعني ليست. لكن هنا أريد أن أؤكد بما أن عيادة المريض صارت حق من حقوق هذا المريض، وعلى كل مسلم، على كل مسلم على الأقل ممن هم يحيطون به أو يعرفون عن أحواله، فإن هذا حق من حقوقه يجب أن يجده منهم. طبعا إذا زدت هذا المريض تأتي آداب أخرى، لكن هذا يضعك على الأقل في مسؤولية أنك لا تمنحه منحة من عندك، ولكن تعطيه حقا من إيه؟ من حقوقه. طبعا عندما تأتي بعد ذلك علمك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتي إلى هذا النوع من المرضى وتدخل على هذا المريض كيف تتعامل معه. فأول ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أننا والله ندعو لهذا المريض الذي دخلنا عليه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه عندما يدخل على أي مريض من المرضى كان يدعو مباشرة: اللهم رب الناس ذهب البأس اشفى أنت الشافي لا شفاء، وغيرها من الأدعية، بحيث يعني يشعر الطرف الآخر بأنك فعلا أنت حريص على شفائه وعلى إعانته. أيضا مما يشجع عندما تأتي إليه أيضا تكون إيجابيا لا تكون سلبيا، يعني تزرع في هذا المريض الأمل، تزرع فيه الأمل وتزرع فيه كذلك ما يمكن أن يساعده على تحمل ما هو فيه من بلاء، خاصة الأمراض يعني سبحان الله تضعف الجانب المعنوي عند الإنسان. سبحان الله هنا نلاحظ مسألة مهمة جدا، وهو البحث عن الله ووجوده عند المرضى. لاحظ هنا الحديث الطويل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبدي مرضت فلم قال وكيف أزورك يا رب العالمين؟ يا رب أنت رب العالمين. نعم. قال: أما علمت أن
أن فلان قد مرض فإن زرته وجدتني عنده. سبحان الله، كل ألفاظ الحديث تتحدث عن وجدت ذلك عندي، في الكسوة، في الإطعام، في الشراب، في كذا، كلها لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. يقول ابن القيم عليه رحمة الله إلا في جزئية المريض، قال أما علمت أنك إن زرتني وجدتني عنده. طيب جميل دكتور، أو وجدت ذلك عندي. جميل. وجدتني عنده. نعم. طبعا نحب أن نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وكذلك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها منه خطاياه. معنا شيخنا الشيخ أبو الرشيد، حياكم الله شيخنا أبو الرشيد، يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف صحتكم؟ أنتم مررتم بابتلاء عظيم، نوع من أنواع هذه الابتلاءات التي نحن نتحدث عنها، ويعني حتى ختمتموها ما شاء الله بخير. فحدثونا عن هذه الحالة التي أنتم ابتليتم بها أكثر من 17 عاما، وكيف مررتم بها، وما هي يعني أصعب المواقف التي مرت بكم، وكيف كان شعوركم وأنتم كعائلة متكاملة قد ابتليتم بهذه الإعاقة في بيتكم. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسب أن الدكتور أبو البراء موجود معك. أرحب بك أيضا. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بكم مشايخنا، مرحبا بكم. والله. جزاكم الله عنا خيرا على جهودكم الكبيرة وعطاؤكم الثر دائما. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين ونفع بكم أمتكم إن شاء الله. آمين آمين. صحيح الشيخ برهان، كان عندنا يعني إكرام من الله عز وجل بأن كنا نرعى طفلة لنا مريضة حتى كبرت وبلغت مرحلة الشباب، ثم توفاها الله سبحانه وتعالى. والإنسان المصائب يهونها عليه أولا معرفة ثواب الله عز وجل له، ما ورد في القرآن وورد في السنة، وعظيم البشارات النبوية لمن قام في خدمة أهل الحاجة والمعاقين وأهل الابتلاء. فهذا شيء كل مؤمن ينبغي أن يعرف هذا الثواب وهذا الأجر. وإذا الإنسان استشعر هذا الأمر وشعر به وأنه شريك لهذا الإنسان المبتلى في ثوابه، فبكل تأكيد سوف يصبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مشايخنا الأحباب الإنسان لمجرد زيارته للمريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. مشايخنا مسموع؟ قاطعك يا شيخنا، أنا مسموع. واصل. نعم، سمعت ضوضاء ما خلاني أواصل الحديث. فإذا كان الإنسان لشخص لا تربطه به لا علاقة نسب ولا أي شيء، زاره في الله سبحانه وتعالى لمجرد الزيارة، يعني يسلي عليه 70,000 ملك، وليس مرة واحدة، ولكن يستمرون في الصلاة والدعاء له حتى يمسي أو حتى يصبح. فما بالك بمن يقوم على خدمة المريض؟ هذا الشيء هو سلوى لكل إنسان عنده مريض في البيت. والإنسان كلنا نبحث عن رحمة الله ونبحث عن ما يدخلنا الجنة، فما بالك الإنسان إذا اجتمعت بجانب أنه مسلم وأنه ابن أو أب أو جد أو قريب أو غير ذلك أو زوجة أو زوج،
إذا اجتمع الناس لهم حقوق عليك، فأكيد يكون الإنسان يعني سعيد بهذه الخدمة للإنسان المريض. وأنا أقول بالنسبة لتجربتي تجربة طويلة، لكن أنا في الحقيقة دائمًا هذه التجربة التي عشتها 17 سنة، أتمنى الناس إن شاء الله تعالى أن نستفيد من أي تجربة موجودة، وأنا أتمنى الناس يستفيدوا من تجربتي التي مرت، لأن أكبر مشكلة مشايخنا الكرام يعاني منها الناس هي أحد الأطراف الذين يقومون في الخدمة. فإن كانت مثلا بنت الرجل، والرجل إذا كان معاق وبنته هي التي تقوم في خدمته، فتتعرض مسكينة إلى الانحباس في البيت، وإلى التأخر في الزواج، وربما إلى عدم إكمال التعليم. وإن كانت الزوجة تتعرض إلى ضغط لا يمكن وصفه، بحيث لا تستطيع أحيانا حتى الخروج، لا أن تشارك في الأفراح، لا أن تشارك في المناسبات. والعائلة كلها صغيرها وكبيرها تتعرض إلى، حتى الأولاد ممكن أن ينقص حقوقهم. يعني أنا مثلا كان عندي بنت معاقة وأولاد أصحاء الحمد لله. الأولاد الأصحاء كثير من حقوقهم كانت تتعرض إلى النقصان بسبب أنه نحن يتم تركيزنا على البنت المعاقة، أو مثلا نذهب إلى أماكن لا نستطيع أن نذهب أماكن مرتفعة، أماكن خطرة، أماكن تحتاج إلى الأرصفة في الشوارع، أماكن لازم تتوفر فيها سلامة كاملة، فتحبس أولادك معك يعني في هذا الأمر. فالعائلة جميعها تتحمل عبء بشكل وآخر، سواء كان الأخوة، سواء كان الأب، سواء كانت الأم، سواء كان الزوجة، الكل يتحمل عبء ثقيل جدا في هذه المسألة. ولذلك أنا بما أنه هو الطرف الأكثر قوة وأكثر مسؤولية أمام الله عز وجل هو الزوج، ينبغي الرجل أن ينتبه بأن وجود هذا المريض في البيت سوف يكون سببا في نقصان كثير من الحقوق وكثير من المتعة وكثير من الراحة في العائلة، وبالتالي الأب عليه أن يحاول أن يغطي هذا الجانب. فإن لم يكن الأب مهتما فسوف تحدث مشاكل كبيرة جدا. وأنا أعرف يا شيخ برهان ودكتور حسن كثير من الأخوات اللي عندها أطفال معاقين أو زوج معاق يتعرضن إلى ظروف نفسية قاسية جدا جدا جدا. ولذلك ننصح الأب الذي جعله الله قواما على شؤون الأسرة أن ينتبه على أسرته، وأن يذكرهم دائما بثواب الله لهم، وأن يتحمل هو العبء الأكبر في الرعاية، لا أن يتخلى. للأسف عندنا بعض الأزواج إذا ولد له الطفل معاق رماه على الأخت وخلاص، ربما تركها وسافر، ولما يذهب في شغله طول النهار يعمل، يذهب إلى المقهى ويجلس هناك، فإذا قالت له لما لا ترجع يقول أنا طول النهار تعبان، وينسى أن هذه الأخت لا ترتاح ولو للحظة واحدة في رعاية هذا الابن. وأيضا هذه الأسرة، أنا طبعا موضوع آخر ما أريد أتكلم فيه الآن إلا إذا كنتم ترون حاجة له، ولكن الجانب الاقتصادي أيضا يكون صعب على الأسرة، جانب العلاج يكون أصعب شيء على الأسرة، جانب النفسي يكون قاسي جدا على الأسرة، لأنهم يرون إنسان مريض ويظنون أنه لم يشفى بسبب أنهم لم يجدوا الإمكانيات المادية. فالمواضيع متداخلة وصعبة، لكن على الوالد أن يتحمل المسؤولية الكبيرة في رعاية الأسرة، وربنا إن شاء الله يشفي كل مريض. شيخ أبو الرشيد، لكن أيضا وجود المريض، هل كنتم تشعرون مثلا ببركته، يعني تواجد رب العالمين سبحانه وتعالى معكم، تواجد الخير؟ يعني أنتم الآن مررتم فعلا بظروف صعبة، وشرحت لنا يعني موضع العائلة كاملا تجاه الأب وتجاه الأم وتجاه الأولاد وما مررتم به، لكن لأنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، هل وجدتم هذا الجو في بلدكم وفي بيتكم؟ هو طبعا بكل تأكيد شيخ برهان، أنا ما أريد أقارن الآن وضع الناس اللي عندهم ناس معاقين في الغرب وعندهم ناس معاقين مثلا في بلداننا، يعني فلأنه الإنسان هنا يجد الرعاية التامة بالنسبة للمعاق، وهذا الشيء يهون عليه
كثير من المصاعب والصعوبات، سواء كانت عون مادي أو كان عون يعني رعاية نفسية، فيجد الإنسان هنا تخفيف عليه بشكل كبير جدا. وأنا تحضرني لأحد وزراء الدولة العباسية، لعله كان مسؤولا شبه وزارة الصحة، يعني قال مقولة لو كتبت بماء الذهب لما كفاها، يعني حتى أنه قال في مقولته وهو يتكلم عن رعاية الزمنة والمعاقين، قال والله لأجعلن الزمنة أحب إلى آبائهم من الأصحاء. هذا الوزير يقول أنا من رعايتي للمعاق سأجعله أحب إلى والديه. وهذا في الحقيقة تلحظه أحيانا هنا في الغرب من كثرة الرعاية والاهتمام بالمعاقين، يعني يجعل رعاية هذا الإنسان يعني سهلة على الناس. لكن أيضا أنا من الناس اللي يعني مهتم بهذه الفئة في معسكرات اللاجئين في داخل أريتريا في أماكن كثيرة، وسواء كان عبر المؤسسات الغاثية مثل إيسار عملت فيها أو كان على المستوى الشخصي. ففي الحقيقة مع وجودهم في بيئة قاسية وصعبة ومشاكل تجد البركة دائما موجودة في البيت. بالنسبة لنا نحن كأسرة، نعم البركة كانت موجودة والحمد لله رب العالمين، يعني ربما كان في أمراض مشاكل وغيرها، رب حمانا منها وعافانا منها وحفظنا منها. السكون في البيت، الراحة النفسية، الاستقرار، يعني طيبة الأولاد وأمور كثيرة إنسان لا يستطيع أن يعدها، يعني ما كان موجودا في البيت. كذلك الأسر التي نراقبها ونلاحظها ونساعدها في الخارج، سبحان الله تجد الأسرة التي ترعى هذا المعاق كلهم أصحاء بخير وعافية، لا ملاريات، لا أمراض، لا مشاكل، لا سكري، هم لا ينتبهون إلى هذا الجانب. لا، أيضا الأسرة مستقرة متماسكة، يعني عندها لحمة. وأيضا الأسرة الأبناء يدخلون في تحدي وينجحون في التعليم والدراسة. سبحان الله لو عدد الواحد البركة التي في البيوت بسبب هذا المعاق لكان شيء عظيم جدا، وأعظمها وأجملها السكينة النفسية والراحة. فسبحان الله يعني أكيد هذا الشيء في أسرتي كان موجود وقائم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ربي أن يعني يتم علينا نعمه يعني لا يحول عنا إن شاء الله هذا الخير. فهذا ملاحظ يا شيخ برهام، ملاحظ ومعاش يعني. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وقد رأيتكم قد زرتمونا بابنتكم الكريمة مع عائلتكم، ورأيت مدى اهتمامكم بها، وأنتم تحرصون على استئجار السيارات المناسبة لها، وأنتم تنزلونها وتركبونها في غاية الاحترام والتقدير. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قمتم به في موازين حسناتكم، وأن يجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعكم بها في دار كرامته جميعا إخوة وأخوات وأبا وأما، وتكونون خير يعني عائلة ونموذجا طيبا لشعبنا الإريتري خاصة ولجميع المسلمين عامة. ونأمل أن تبقوا معنا حتى نهاية الحلقة، وربما نعود إليكم. شيخ حسن، هذه تجربة ناجحة مع شيخنا الشيخ أبو الرشيد جزاه الله خيرا، أحد علماء إريتريا نفع الله بعلمه، وقد ابتلي في هذه ورأيتم كيف ختم لهم وتوفيت ابنتهم. تعليقكم على ما ذكر؟ والله الشيخ جزاه الله خير طبعا من القدوات، يعني القدوات البارزة، وسواء في علمه أو في سلوكه وعمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من علمه ويبارك في علمه ويبارك في أثره. آمين. فأنا أقول أول المحظوظ المريض الذي يكون في مثل بيت الأخ أبو الرشيد جزاه الله خير، يعني فمثله يعني يفيد الآخرين، دعك من أن يفيد أهل بيته. ولكن ما ذكره جزاه الله خير مهم جدا في الاستفادة من التجربة. يعني تجربة 17 سنة ليست سهلة، يعني فترة طويلة جدا. بطبيعة الحال ستكون مؤثرة في الأولاد، ستكون مؤثرة في البيت، في تماسك الأسرة، في ترابطها، ولا تحدي كبير جدا يعني. لكن الأسرة التي تكون بالمستوى الذي ذكره الشيخ، يعني أسرة متفاهمة مترابطة مدركة لدورها فيما ينبغي أن تقوم به تجاه الشخص المريض، تدمجه بشكل إيجابي وبشكل فيه نوع من الرحمة والشفقة، دون أن تحسسه بأنه والله هو عبء وكلفة على هذا أخطر شيء. يعني الجانب المادي ربما سبحان الله يجده كما تفضل الشيخ، يجده من الدولة. ممكن في بعض البلدان قد تكون والله الدول تقوم بالجانب المادي، انه والله تكافئ
على هذا المريض أنه والله تعالجه وتقدم له مساعدة، لكن يستحيل الدولة أن تقوم له بالجانب المعنوي. صحيح. وربما سبحان الله الشخص خزينته ملأة، ولكن يعاني من جانب الاهتمام والرعاية والكلمة الطيبة والشعور بأنه والله لا، هو ليس عبء على الناس، بالعكس هو مهم وهو مساعد، وهو نستشعر من خلاله كما تفضل الشيخ شعورنا بالبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. تصور بالله أسرة تستحضر هذا المعنى، أو مجتمع يستحضر هذا المعنى، إنه والله نصر الله سبحانه وتعالى يتنزل بأنه نحن موقفنا من هؤلاء الضعفاء، رحمتنا، شفقتنا، كذا، إخلاص هؤلاء، دعوات هؤلاء. تصور إنه والله أنت مشغول في دنياك، وهذا الشخص الذي ربما يكون في مستوى يستوعب معنى الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون يلهج بذكر الله ودعائه داخل البيت. كم حجم البركة التي تتنزل على هؤلاء، كم حجم البلاءات التي ستصرف عن هؤلاء. صحيح. وكما تفضلت الله سبحانه وتعالى لا يجمع عليك الشر من كل جانب. يعني سبحان الله قد يبتليك في طفل، ولكن يعافي لك أسرة كاملة. صحيح. ويغنيك. صحيح. ويجعل فيها البركة والتماسك، وربما يعطيك سبحان الله العافية للجميع، ولكن يحرمك أيضا شيء آخر، وهو إن والله نجاح الأسرة وفلاحها وتماسكها إلى غير ذلك. فالإنسان حقيقة في مثل هذه القصص يعني تجعلنا نستفيد في إن والله هؤلاء الضعفاء يجب أن لا ننظر إليهم بأنهم هم المحتاجين، لا، لو نظرنا بالبعد الأخروي نحن المحتاجين. ستجد يوم القيامة ربما أفضل ما في ميزان حسناتك هذه السنوات التي كانت مع المريض. وأنا كثيرا ما أقول للناس: ما يدري أحدنا ما الذي سيرجح ميزان حسناته، ما تعرف. صحيح. يعني أنت صح ستعمل تجتهد كذا، لكن صراحة هنالك شيء واحد مرجح للميزان. سبحان الله. ويكون هذا المرجح أنت ما ملتفت له. سبحان الله. قد يكون والله شخص ساعدته في الشارع. صحيح. أو يكون مريض أدخلت عليه السرور. صحيح. أو شخص والله بحاجة أنقذته. نعم. هذه المواقف سبحان التي لا نلتفت إليها قد تكون هي مرجحات الموازين عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه القصة صراحة وغيرها من القصص، يعني أنا أيضا أعرف بعض أختنا نجوى، لعل نحييها. نجوى، نعم، نحييها من هذا المنبر. هي أيضا مرت بتجربة. الغريب في الأمر أنا اللي شدني صراحة في قصة الأخت نجوى سعادتها فيما تقدمه لمريضها. نعم. يعني هذه لا تجد سبحان الله، تجد الشكوى عند الناس، تجد الشخص يشكو والله تعبأني، لكن لما تكون سبحان الله أنك استمر وضعك مع مريض لسنوات ثم تصل إلى لحظة النجاح. يمكن قصة نجوى قصة مختلفة، يعني هنا ربما في حالة يا ريتك تذكره باختصار. وأنا عندي أيضا قصة الأستاذة آمنة. نعم. بالنسبة للأخت نجوى طبعا عندها مريض اللي هو يعيش حالة التوحد، وإشكالية حالة التوحد أنه أصعب شيء للمريض أنه لا يستطيع أن يعبر عن ما يريد. نعم. لا يستطيع أن يعبر، والله يريد ماء، يريد دورة مياه، يريد ما يعرف، ما يستطيع أن يعبر عنه. فصراحة كانت الأخت نجوى في صمودها مع مريضتها مع بنتها أنه أوصلتها إلى مستوى صارت في البيت يعني هي الرضا وين الآن؟ إنه المستوى الذي وصلته في معالجة ابنتها بالنسبة لها أقصى ما تتمنى خلاص. يعني بالنسبة لها أنه والله تعبر عن إرادتها، تستطيع أن تشير، تستطيع أن تعبر بعض التعبيرات، تصل بنفسها إلى الحمام، تقضي حاجتها بنفسها. لما أنت سبحان الله تكون وصلت إلى هذا المستوى المرضي بالنسبة لك، هذا ليس أمرا سهلا. وهذه صراحة أيضا من التجارب. وربما هي كانت تقول دائما: إذا وجدتم أي أسرة عندها مشكلة في التوحد فهذا تلفوني، أنا مستعدة أملك. نعم. وسجلت حقيقة تجربتها الخاصة بهذا الموضوع، وعلى استعداد قالت إنها تساعد فيه سواء في الجوانب الطبية أو في جانب الإشراف الطبي إلى غير ذلك. فنحن بحاجة حقيقة إلى امتلاك التجارب، وأن تكون هذه التجارب متاحة للناس في كل المواقع، حتى نستطيع إن شاء الله أن نقلل من التكرار كما يقولون. طيب شيخنا الشيخ حسن، أيضا تشرفت باستقبال الأستاذة آمنة بنت محمود سبه. نعم. الذي هو يكون عمها صالح سبه. اسمها صالح سبه. نعم. من صالح سبه. الأستاذة آمنة لديها أيضا ابن معاق بالتوحد. نعم. وأتت به في مكتبي كزيارة عادية يعني، فإذا بالابن الحقيقة كثير الحركة، كثير الخروج، كثير
يعني يصدر أصوات، وأنا أستمع إلى يعني وضعها وإلى تعاملها معه وأحييها من هذا المنبر، وجدت منها صبرا عجيبا، سبحان الله، صبر غريب. يعني في الجلسة جلسنا حوالي ساعتين تقريبا، يعني ربما قام 10 مرات، وفي كل مرة تذهب خلفه وتتلطف في الحديث معه وتأتي به إلى المكان، ثم تحاول تخرج من شنطتها شيئا تعطيه حتى يلهيه، ثم تحاول. هو قد بلغ 29 سنة على هذه الحالة. الله، 29 سنة. نعم. ولا تزال تستمتع برعايته والعناية به، وتقول هو روحي وهو نفسي. وذكرت لي أن بعضا من أسرتها أو بعضا من الناس، خلينا نقول عن أسرتها، يعني ليس من أسرتها ولكن بعض من يراه في هذه الحالة يقول لها لماذا لا تسلميه إلى دور الرعاية؟ يا الله. نعم. دور الرعاية. نعم. تقول لا يمكن، يا الله، لا يمكن أن أقدمه إلى دور الرعاية وأنا في صحتي وفي تمام. يعني هي وزوجها أيضا. هذا النموذج الإريتري الجميل في الصبر والاحتساب. طبعا ما شاء الله، الحقيقة أنا رأيت روحها طيبة جدا ولا أزكيها على الله. رأيت أثر ذلك في هذه الجلسة وما تعاني، وقلت لها أبشري برضوان من الله سبحانه وتعالى صبرتي، فإن نصوص الكتاب والسنة تدل على هذا. هذا النموذج، ونموذج شيخنا الشيخ أبو الرشيد، ونموذج شيخنا الشيخ عثمان رمضان أيضا كانوا قد ابتلوا بهذا. سؤالي الآن، الشعب الإريتري كيف هو مع ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث دور المجتمع ومن حيث الأسر؟ يعني أنا ما سمعت حقيقة أسرة تخلت عن مريض لها. لو تعلق لنا بهذا الخصوص شيخ حسن، ما هو دور الأسر في رعاية أبنائهم ذوي الإعاقة، ودور المجتمع، كيف ينظر المجتمع إلى هؤلاء؟ أول بالنسبة لنا كمجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى حتى هذه اللحظة نحن مجتمع محافظ، يعني لم ننتقل إلى المجتمع الحديث الذي تقوم الدولة نيابة عن المجتمع في أدوارها. يعني لا زال قضايا الدولة تكاد تكون محدودة جدا في القيام بمثل هذه يعني لا تسمع مثلا دور رعاية يذهب إليها الناس ويضعون العجائز ويضعون أصحاب ذوي، يعني ربما لم نصل إلى هذا. لو وجد هل ممكن سيسلم؟ طبعا هذه لها علاقة عموما بحركة المجتمع، لكن إلى الآن المجتمع حريص دينيا وحريص أيضا اجتماعيا. يعني إلى الآن مجتمعك لا يتقبل أن تتخلى عن مريضك أو تتخلى عن كبيرك أو تتخلى عن عاجز في بيت. هذه إشكالية كبيرة جدا. يعني إذا أنت حتى الناحية الدينية عندك ضعيفة، قانون العيب قوي جدا في المجتمع، وهذه واحدة من المجتمعات الإيجابيات في المجتمعات العادية المحافظة، إنه يضع 1000 حساب لماذا يقال، ماذا يقال عني. صحيح. وهذه سبحان الله مفيدة في هذا الجانب، مفيدة في جوانب أخرى أيضا. لكن هنا بالذات تحديدا مهمة جدا، في أنه كثير من الناس الآن لا تكاد تسمع أنه ممكن شخص أن يتخلى عن أمه وأبيه ليذهب بهم إلى إيه؟ إلى دور الرعاية. نادر. أو عن معاق أو عن معاق. نعم. معاقين أيضا. فهي الأسرة بفضل الله سبحانه حتى هذه اللحظة تماسك الأسرة، سواء كانت الأسرة المحدودة أو الأسرة الممتدة. لما نعم الأسرة الممتدة ستجد أن المريض لا يكون فقط هم للأسرة صاحبة المريض فقط، لا، ممكن تجد والله الأخوال والخالات والأعمام والعمات، وخصوصا إذا كان توافر السكن القريب في القرى مثلا، تجد أن هذا المريض لا يحمل همه فقط إيه صاحب اللي هو صاحب المريض، بل يحمل الهم. أحيانا القرية بكاملها يمكن أن تحمل هذا الهم. فنحن في هذا الاتجاه بفضل الله سبحانه وتعالى لا زال المجتمع فيه الخير الكثير، ولا زال التعاون هو السائد، والتراحم هو السائد، والشفقة هي السائدة، والتقرب إلى الله بذلك هو السائد. وأنا أعتقد كلما عززنا نحن هذه الروح في مجتمعنا إن شاء الله سيكون هذا المجتمع فيه الخير وفيه. دعني أسمع رأي الشيخ أبو الرشيد في هذه النقطة. استمعتم شيخنا أبو الرشيد معنا؟ طيب، إذا أبو الرشيد ذهب. الحقيقة كان بودي أن أسمع يعني إلى تعليقه في هذه النقطة، لأن حقيقة شعبنا الإريتري شعب حقيقة متمسك جدا بهذه الأخلاق السامية العالية، وهي رعاية المعاقين، بل أنه يرعى
معاقه بكامل السرية نعم. وبكامل الخصوصية، نعم. ولا يعرض يعني مريضه للشارع العام كما يقولون. نعم. يعني لا تكاد تسمع أن بيت فلان عندهم معاق إلا إذا زرتهم مثلا فجأة أو رأيتهم في المشفى أو شيء فتكتشف هذا الموضوع. وقد حدثني شيخي شيخ محمد عبد الله قال أن الناس بسبب الهجرة في مصر يعني كشفت أوراقهم، ورأينا كثير من الأسر عندهم معاقين بأعداد كبيرة. نعم. الله المستعان بسبب الهجرة. كانوا هؤلاء كلهم جميعهم أو معظمهم مستوري الحال في المملكة العربية السعودية. نعم. ما كان أحد يكشف عنهم شيئا، فلما حدث ما حدث كشفت أوراقهم والله المستعان، ولعل في ذلك خير. نعم. هذا يؤكد لنا أن الشعب الإرثي نعم المجتمع فيه خير كثير، ولا زال بفضل الله عز وجل يتمتع برحمة، يتمتع بشفقة، ولم تدخل علينا حقيقة الحداثة بسلبياتها الكثيرة التي تفرق المعنى الإنساني في الإنسان، تجرده عن الرحمة، تحوله إلى شخصية مادية، شخصية الربح والخسارة. والله سبحانه وتعالى طبعا يحفز في مثل هذه الأمور. الله عز وجل يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله يعني سبحان الله هذه الآية عامة في كل شكل من أشكال الصبر. صحيح. فالذي يصبر على مريض إلى أن يبلغ منتهاه سواء في التعافي أو في الانتقال الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى وعده بأنه سيجازى جزاء عظيما وهو الجنة، ليس له إلا ذلك. فهذه طبعا لو استحضرها كل شخص. طيب شيخنا شيخ حسن، نعم. الشيخ أبو الرشيد أشار إلى أن بعض الأسر قد تهمل في هذا، وغالبا ما يحصل الإهمال من قبل ولي الأمر، من قبل الزوج أو من قبل الأب، فتقوم الأم برعاية المعاق لوحدها. حقيقة. نعم صح. وربما يصل بهم الأمر إلى الطلاق. نعم. يعني أنت لا ترعى ابنك ولا تقدر ما أنا أقوم به من كذا وكذا، وأنت بالتالي تطلب الانفصال. نصيحتكم لهؤلاء. وهناك أيضا الحقيقة القليل في هذا في العالم الإسلامي موجود من ترمي ابنها أيضا. المعاق في العالم الإسلامي موجود. في إريتريا أنا ما سمعت. هل هناك أم ترمي ابنها المعاق في دار أو ترمي به إلى زوجها وهي تذهب فتتزوج أو تذهب وتعمل؟ أنا لم أسمع، لم أقف، لكن أسمع تعليقكم في هذا ونصيحتكم لكلا الطرفين. نعم. هو كما تفضلت أول، سبحان الله يعني من فطرة الله تبارك وتعالى بين الأزواج أن الأم دائما مخزن الرحمة والشفقة. الله. هكذا الله سبحانه وتعالى أودع في هذا. الله. والأب دوره دائما أغلب في أن يكون هو، وهذا من عظيم رحمة الله. من عظيم رحمة الله. يعني سبحان الله تكون الرحمة والشفقة والحنان والمودة وكذا مخزنها الأم، ويكون الكسب والتكسب والإغناء والرعاية يعني. لكن طبعا من الخطأ جدا أن نتصور بأن والله الأم ليست بحاجة إلى مساعدة في هذا الجانب. هذا من الخطأ جدا، وخصوصا الأم في حالة أن يكون لها الأعمال البيتية كلها. فعلى كل إذا كان الأب ليست له القدرة، أو يفترض أن يشعر بأن الابن المعاق هو بحاجة إلى قرب والده كما هو بحاجة إلى قرب أمه، هذه لا بد أن يضعها، وخاصة هذا فيما يتعلق بالجانب المعنوي. جميل. الجانب المعنوي يعني هنا، يعني وإن وجد شيئا من المال الأمر المادي فإنه بحاجة ماسة جدا بلا شك. فمثلا لو أنه شعر مهما كانت عاطفة إخوانه وعاطفة أمه ما شاء الله مالي البيت، لكنه شعر بانقباض والده، فإن ذلك سيؤثر على نفسيته بطبيعة الحال. ولذلك في كل الأحوال لا بد الرجل إما أن يكون مؤهلا أو يتأهل. مجرد أن يحصل حالة مريض ومعاق في البيت، إما أنك والله قادر أن تتأهل بنفسك، وإما أن تذهب إلى من يؤهلك في كيف تتعامل مع هذا المريض. وهنالك ما شاء الله اليوم الاستشارات ضخمة جدا وكبيرة، فيمكن أن يعطونك وصفة متكاملة في كيف تستطيع أن تعمل على الاحتواء المعنوي والاحتواء الروحي والاحتواء النفسي لطفلك المريض. أقل شيء عندما يجد منك هذا الطفل ساعة في اليوم تداعبه وتأخذه وتخرج به وتحمله معك وتأخذه من أمه لبعض الوقت، حينها يشعر بأنه أنت والله لست
هو ليس عبئا عليك، بل أنت تشعر بالسعادة معه، وهذا مهم جدا أن تشعره بأنك وأنت معه سعيد ولست متضايق بوجوده. هذه مسألة مهمة جدا. أيضا من الأشياء المهمة في هذا الاتجاه أيضا أن لا تكون القضية فقط رعاية مادية ورعاية معنوية فقط، أيضا رعاية تربوية والرعاية الروحية، وخاصة إذا عنده الإمكانية للاستيعاب، فإن حالة الإعاقة قد تكون مساحة كبيرة جدا لزرع الإيمان وزرع التقوى وزرع اليقين في هذا المريض نفسه. فهذا طبعا يختلف من شخص إلى آخر على كل، لكن ما دام عاقل ويستوعب ما تقول، فأيضا أنت يجب أن تسعى معه في اتجاه الارتقاء به في هذا الجانب وتطوير هذا الاتجاه، بحيث أيضا يشعر هذا المريض بأنه والله حتى وإن كان في دنياه محبوس بعض الشيء، لكن فقد فتحت له نوافذ الآخرة، فيمكن أن يسابق في هذا المضمار وهو على حالته. ولعل القصة المشهورة في ذاك الرجل الذي مقعد وأعمى وكذا، ولكن يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فمر عليه واحد قال على ما تحمد الله وقد أخذ بصرك قال الحمد لله أن جعل لي عقلا أعقله به ولسانا أذكره به، فإنه والله ما ترك الله لي هذين الأمرين إلا لأن أسابق بهما. فأنت أحيانا قد يحبس الإنسان عن شيء وقد يفتح الله عليه شيء آخر، فربما كان هذا المريض مدخل أيضا لهذا الاتجاه. رسالتكم أيضا للأسر الصحيحة التي لم تبتلى، نعم. في حين تجد هذه الأسر التي لم تبتلى بينهم خلافات وبينهم أمور ولا يقدرون النعمة التي هم يعيشون بها، توجيهكم شيخ حسن؟ هنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. سبحان الله، الشخص لا ينظر ما فيه من نعم إلا إذا فقد النعمة، ولا ينظر إلى حجم ما هو فيه. يعني شخص ينظر دائما تجد إلى من هو أفضل منه مالا أفضل، لكنه لا ينظر إلى أنه والله هذا الذي أعطاه الله مالا حرمه الصحة، وضع في بيته بلاء، وأنت ما شاء الله قلل منك جانب المال وأعطاك جانب القوة والصحة والعافية وسعادة الأسرة. فهذه القضايا التي نجهل أو كثير من الناس يتغافلون عنها، نحن محتاجين في إطار منظومة الابتلاء التي نتكلم عنها أن نستحضرها. ولعلك تذكر شيخ برهان، نحن مرينا بتجربة محدودة، تجربتنا المحدودة. نعم. مرض ابننا علي. صحيح. تصور يعني 3 أشهر. أنا كنت أعجب الآن من أخونا صبر، أخونا 17 سنة. 17 سنة. يعني نحن 3 أشهر فقط غيرت مجرى حياتنا كلها. يا الله. مش نحن وأصحابنا وزملائنا والأسر والمجموعة. فأنت تصور حادثة الله عز وجل ينبهك، مع أن الله سبحانه وتعالى أنا منعم علي بأبناء وبنات بفضل وأحفاد، عافية وصحة ومبارك أمور كلها. الحمد لله. قد تكون غافل سبحان الله ولم تدرك ما أنت فيه، فالله عز وجل يذكرك. هذه نسميها نحن مطارق السنن أو مطارق الأقدار الكونية. الله عز وجل ينبهك وأنت في غفلتك أن والله حاجة الارتباط إلى الله عز وجل إذا ضعفت عندك تحتاج إلى قرصة. فسبحان الله في فترة الشهر أو فترة الشهرين تجد أن الأمر عندك كل شيء، حتى من تتصور أنه والله وضعك المالي مريح يصورك في لحظة. يعني كنا نعجب سبحان الله، فقط ليعمل على غسيل الكبد $1000 في الجلسة. تصور انت في الأسبوع مرتين. طيب يا أخي معقول الله عز وجل مدينا الأكسجين ومدينا غسيل الكلى والنبض شغال 24 ساعة والنفس طالع ومجانا، ومع ذلك نحن نقابله بإيه؟ نقابله بالكفران والعياذ بالله، بالمعاصي، بالذنوب، بكذا، بعدم شكر ما نحن فيه. حقيقة هذه إشكالات. جهاز واحد فقط توقف. جهاز واحد فقط، إنه الكبد. هذه الكبد سبحان الله قلب كل الموازين، كل الموازين. والله ومن هنا أحيي أخونا جزاه الله خير أبو الرشيد، ربما من الشخصيات الحقيقة أيضا كان يعني يتابع معي باستمرار هذا الملف، وهو طبعا جزاه الله خير حيثما وجد المرضى جزاه الله يعني هو حاضر. كان الواحد يعجب سبحان الله إنه بيجيك مساعدة وفورا كلها تحول إلى إيه؟ تحول إلى جهاز الغسيل مثلا. أنت وقتها بتحس إنه المبلغ محترم، لكن كله يحيل إلى إيه؟ طيب يا أخوان إيش هذا؟ إيش هذا اللي نحن فيه؟ فتدرك أن الله سبحانه. ثم هذا يذكرك أيضا ما بال الذين ابتلاهم الله لسنوات. الله المستعان. سنوات، من هذه السنوات 20 سنة 17 سنة 20 سنة. تدرك والله شيخ برهان أن الله عز وجل لو لم يعطك إلا العافية فقط أي والله لكفى.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المرضى. كان في مسجدنا بأم الحمام بحي الرياض، في الرياض بأم الحمام مريض، يعني كنت أشاهده في المسجد في الجامع، يأتي بعربية ومعه اثنين من الأطباء نعم سبحان الله. وعامل يدفع العربية سبحان الله. واثنين من الأطباء يرعون هذا لا المريض. إله إلا الله. أيوة سبحان الله. والله. وكنت أسأل من هذا المريض وما هي إعاقته؟ المريض شيخنا سبحان الله أصيب بجرثومة دخلت في الدماغ فعطلت كل الجسم. لا إله إلا الله. شلل كامل زائد شلل كامل الجسد كله، لا حركة في الرجلين، لا حركة في اليدين، ولا حركة، حتى اللسان. سبحان الله. حتى اللسان ممنوع الكلام. نعم. عنده فقط ترك الله له فقط العين، يا الله. فقط العين. يا الله. أي والله. يبصر بها ويتحدث بها ويشير. إنا لله. وهذا الرجل أسأل عنه قالوا لي هذا يملك شركة كبيرة من شركات النقل الجوي والنقل البري، وهو أحد المحسنين الكبار أيضا، وقد زاره الشيخ عبد العزيز بن باز وزاره فلان وعلان وعلان، ومعروف بالخير، ولكن ابتلاه الله عز وجل بهذه. وكنت أسأل الإمام وكان بينهم علاقة، يقول لي والله يا برهان لو تذهب إلى قصرهم وترى المعاناة الشديدة في المخاطبة معه، يأتون بورقة ويقول له إذا كان يريد أمر إيجابي يضغط عين اليمنى، وإذا كان يريد أمر سلبي يضغط العين اليسرى. وعلى هذا الحال أنا فقط وقفت على حالتي 10 سنوات، ولا أدري الآن هل شفاه الله عز وجل أو توفاه الله، لكن حقيقة الجو الإيماني الذي كان يعيش به، ويأتون بسيارة فارهة تنزله تنزله بعربته، ويكون دائما في الصفوف الأولى حتى في جامع الملك خالد يرحمه الله. فأسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يكون درجته وأن يعوضه خيرا. هذا الرجل الذي سمعت عنه أنه بنى العديد من المساجد ودعم الكثير من أبواب الخير. ف يعني الابتلاء الحقيقة، وما ندري ماذا نقول فيه بعد أن يعني حثنا ديننا العظيم على الصبر، وأن الإنسان إذا غمس في الجنة غمسة واحدة ينسى كل هذا. الله أكبر. الله ينسى كل هذا. فجزاكم الله خيرا شيخ حسن سلمان. آخر نصيحة تودونها للجميع الأصحاء والمرضى، وخصوصا أيضا فيما يتعلق بالمعاقين، كيف نتعامل معهم اجتماعيا؟ لو نختم بهذا في 30 ثانية. جزاكم الله خيرا. المعاق سواء المعاق أو الذي يقوم عليه أو كلاهما عليه أن يتعامل مع هذا الأمر بأنه منطق الأقدار الإلهية التي تختبر كلا الطرفين، تختبر من يقوم على المريض وتختبر كذلك من هو مريض. فعلى المريض أن لا يجزع، وأن يدرك أن ما يعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة له قد يكون خيرا كثيرا إن شاء الله. وكذلك هذا الذي يقوم على المريض عليه أن يحتسب، لأنه أحيانا سبحان الله بعض الناس يضيع أفعاله عن طريق التسخط وعن طريق الإخبار والحديث وفعلت وأنفقت وبذلت وكذا على طريقة التسخط، وهذه إشكالية كبيرة جدا نحرم بها أنفسنا من خير عظيم. فأن يقوم الإنسان سبحان الله بواجب شرعي يجب أن يقوم به باعتباره حق من الحقوق لهذا المريض، وعلينا كذلك أن ندخل السرور على هؤلاء الناس وأن ندمجهم في مجتمعاتنا. وبطبيعة الحال هنالك أدوار للمجتمع كذلك، حتى لا نجعل كل القضية فقط قضية للأسرة، ومنها مثلا أن تقوم المجتمعات بإعداد المدارس المناسبة لهؤلاء، إعداد الترحيل المناسب لهؤلاء، إعداد الطرق المناسبة لهؤلاء، إعداد كذلك المستشفيات التي تكون إن شاء الله ليست غالية بحيث والله لا تستطيعها الأسر الفقيرة، أو إقامة الأوقاف، وهذه كانت واحدة من مهام المجتمعات. يعني لما ذكر أخونا أبو الرشيد إنه والله في الغرب الوضع كذا وفي العالم الإسلامي، انظر العالم الإسلامي اللي كان يوم من الأيام يهتم بالطيور والحيوانات. دعك الإنسان تجاوز في الاهتمام بالإنسان إلى مستويات كبيرة جدا. لكن اليوم نحن وصلنا نتيجة أن المجتمع أفقر
والدولة صارت إيش محتكرة لكل شيء، ضعفنا. فنحن محتاجين أيضا إلى إحياء سنة الأوقاف هذه التي تقوي المجتمع. فممكن أن تكون هنالك أوقاف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. وكما تفضلتم جزاكم الله خير، مثلا لما أنشأتم جمعية أمل، وكان فيها هذا البعد، يعني موضوع الاحتياج الخاص بالذات، يعني أخونا شيخنا أبو كمال ونحييه أيضا من هذا، وكان مهموم جدا بمثل هذا الموضوع. فكل هذه القضايا أنا أعتقد إن شاء الله من الأشياء المهمة جدا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. مشاهدينا الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عوفي فليحمد الله. وهو القائل أيضا: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. بهذين الجناحين نسير في هذه الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شكر نعمه في السراء، وأن يعيننا على الصبر في الضراء. أشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول لشيخي وأستاذي دكتور حسن سلمان، كما أشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في هذه الحلقة. مزيدا إلى الحلقات التي تهم مجتمعنا الإريتري في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.